بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي عشاق الكرة مع محترم، أهلا بكم في موضوع جديد من مواضيع الكرة المصرية. أنا النهاردة حبيت أتكلم معاكم في الجزيرة للإنتاج الإعلامي. كده بنحارب في الحكومة والنجايب وحمدان، واللي بيحارب الكل بيخسر. احنا خلاص في فيلم قديم لاحمد السقا اسمه الجزيرة، بس الجديد ان الجزيرة دي الاتحاد المصري لكرة القدم. كابتن هاني ابو ريدة منصور الحفني بتاع اتحاد الكرة المصري لكرة القدم. دلوقتي احنا شايفين الاتحاد عاطل على باطل، كلام في قديم في كلام جديد. كابتن هاني ابو ريدة جاب الكابتن حسن شحاتة، وجاب الكابتن عبد الظاهر السقا، وجاب الكابتن حلمي طولان، وجاب الكابتن احمد حسن، جاب رموز وقامات الكرة المصرية كلها. الراجل زي ما الكابتن عبد الظاهر السقا قال، انا تاريخ مصر كله في قاعد على الترابيزه اللي جابها الكابتن هاني ابو ريده، واستدعاهم واتغدوا وقعدوا 5-6 ساعات في اوضه مغلقه. طيب عايزين نسال كذا سؤال بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم. اللجنه اللي جايه دي من اللعيبه المحترمه اللي هي تاريخ مصر، اللي هي ناس لا غبار عليها كناس من التاريخ كرة القدم المصرية. هل الناس دي جاية بفلوس؟ جاية ببلاش؟ جاية مساعدة؟ هل الناس دي ليها صلاحيات فنية من عدمه؟ مش هم يقعدوا ياخدوا القرارات والكابتن علاء نبيل يدوس على الزرار، لا ده انا موافق عليه، دوس على الزرار، لا ده انا مش موافق عليه. طب هي ماشيه ازاي؟ طب مترابطين ازاي مع رابطه الانديه المصريه؟ الكابتن هاني ابو ريده هيديرها ازاي؟ ولا احنا نرجع لايام زمان هنحاسب ونحاسب، ولا نرجع لكلام ايه على ابو قديمه ربنا يديمه، عشان الجديد ما بيقدمش تجديد. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. فالناس اللي نازله جديد ما بتقدمش تجديد، مش شايفين خريطه واضحه للكره المصريه من ساعه ما جه الكابتن هاني ابو ريده. كابتن هاني ابو ريده جاي بقاله فتره من الزمن ما شفناش حاجه بهتت على الكره المصريه، ما شفناش قرارات طلعت للكرة المصرية، ما شفناش هيعمل ايه كاس العالم للأندية والغلطات اللي حصلت زمان ساعة ما رحنا لكاس العالم. انا اسف، كاس العالم نفسه لما جينا رحنا لكاس العالم وشفنا حاجات، وشفنا ناس بتخش لمحمد صلاح الأوضة، وشفنا مفيش ترتيب إداري ولا ترتيب فني للاتحاد المصري لكرة القدم. ودي حاجات موجودة وظاهرة ولقطاتها وكلنا عشناها. الاتحاد المصري لكرة القدم جاي تكليف ولا جاي تشريف؟ جاي يقدم لنا جديد ولا جاي يعيد القديم؟ من حقنا نسأل ونتساءل عن الاتحاد المصري اللي جاي، اللي محدش جايب سيرته في الاعلام خالص ولا حد منوع عنه خالص. هو اللي يقول لك كويس ان هم ايه مش مفتكريني اصلا، ما بنشوفش مداخله، ما بنشوفش حاجه. كابتن علاء نبيل الامر الناهي 1 و2 سايقين الموضوع، والباقي بياخدوا رايهم جوه الاتحاد. ما يبقاش قامه زي الكابتن حسن شحاته جاي عشان ياخدوا رايه، ما يبقاش قامه زي الكابتن حلمي طولان جاي عشان ياخدوا رايه. لازم الناس يبقى لها صلاحيات. طب الناس دي لو ما لهاش صلاحيات بناقص من قعدتها اصلا، بناقص من شغلها اصلا. كتير قوي يتمنى الناس دي في الاستوديوهات التحليليه في الشغل اللي بره ناس اسمها بس براند لوحده بيجيب فلوس. الناس دي المفروض يبقى لها صلاحيات مميزة داخل اتحاد الكرة. أسئلة كتير جوه اتحاد الكرة محدش أثرها ولا حد قال لنا الخريطة المستقبلية لاتحاد الكرة شكلها ايه. يا جماعة اتحاد الكرة رايح فين وجاي منين؟ عايزين نفهم خريطة واضحة للنادي، عايزين نعرف خريطة واضحة برضو من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني اللي هو شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري. هيعمل ايه مع الكابتن حسام حسن؟ هل هيبقى في خطة وتنسيق في المواعيد، ولا هيبقى خلافات وخناقات
واتحاد الكوره ما حققش رغبتي، واقول لك الكابتن حسام حسن عاوز اكتر من اللازم. طب لو عايز ايام اجازات هيديه ولا مش هيديه؟ اجتمع هو ما الكابتن حسام والكابتن ابراهيم عملوا ايه؟ في حاجه طلعت من اتحاد الكوره على صفحته يقول النهارده انا اجتمعت والاجتماعات دي وصلت لكذا وعملت كذا، مين المعد، مين الاعلامي، مين اللي هيتكلم هنا، مين صلاحيته دي، مين صلاحيته دي؟ كابتن هنا ابو ريده لحد دلوقتي مبهم بالنسبه لنا، ما تحدد لناش مواعيد الماتشات الوديه بالنسبه للمنتخب. هتعمل ايه في الكره المصريه؟ هتعمل ايه في التحكيم؟ التحكيم كارثه، كارثه جوه مصر، محتاجه اعاده تهيئه، محتاجه ضبط وربط، كلها خلافات وكلام تقيل. فلازم الكابتن هاني ابو ريده، احنا من زمان عايزين الكابتن هاني ابو ريده يمسك، هو اللي هيطور الكره المصريه. كل الرموز دي اللي في اللجنه الفنيه لما جت كانت بتقول لو يحصل كذا هنروح كذا، لو يحصل كذا نروح. اديك حضرتك قاعد على الكرسي، ورينا حضرتك هتعمل ايه. لازم الاتحاد المصري لكره القدم يدينا حاجات مميزه، لازم يعمل لنا ابديت للقديم، لازم ينسينا اتحاد الكره القديم واللي قبله بانجازاته، لازم يشتغل صح حتى لو هيخسر. بس حسيتني ان انا شغال، حسيت انك انت حاسسني، حاسس الوضع في مصر جايبينك عشان تعدل الوضع مش تزيده تعقيدا. يا ريت اتحاد الكره يوصل معانا للي احنا نتمناه منه، ومع ذلك كلنا بنتمنى له التوفيق، كلنا بنحب بلدنا، كلنا بنحب مصر. اتحاد الكوره لازم يبقى بفكر اوروبي. شكرا ليكم، سلام عليكم.